السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم بناتي خواتاتي حباباتي، عسلامتكم وشراكم ان شاء الله تكونوا انتم ملاح وليداتكم واهل بيتكم لاباس. آه قبل ما نبداو الفيديو صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم ان شاء الله راح نحكيو في واحد الموضوع راهو عامل حالة اليوم. شوفوا انا راح نحكي فيه وراح نهدر. واللي ما تحبش هي حرة. اليوم عبالي راح يديروا عليا بالرصاص. اليوم راح نحكيو على قفة رمضان ولا كرتونة رمضان. كاين معارض وكاين مؤيد. المؤيدين هم كحالتنا يعني اللي عندهم شهرية قليلة يبداو يلموا بالحويجة 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 حتى ما يجي يوصل عليهم رمضان إن شاء الله يلقاو رواحهم كفاو رواحهم. واللي ضدهم باينين هادوك يا إما يحبوا يعملوا حتى هما قفة رمضان ولا كرتونة رمضان وما يحبوش يضويوا ما يحبوا يقولوا حتى الواحد. كاين الناس من نوعية هذه تلقاها تشري وتخبي وكي يقولوا لها الناس تقول انا ما نديرش انا يا لطف يا ربي انا ما نشري ما نخبي ما حد شي كل نهار وخيره. والا تلقاهم عندهم لاباس بيه من نهار يقرب رمضان يهزوا لاباي تاع 8 ولا 10 ملايين ويهبطوا للسيبيرات يجيبوا ما لذ وطاب من المأكولات والخيرات. واش علينا فيه ما عندنا ما دخلنا فيه وحنا نحكيو على رواحنا. شوفوا هذا الراعي الرسمي عند الجزائريين الكل اللي عندها قرعة فارغة تحلها وديرها شقشاقة حصالة واللي عندها قرعة دعراحة تحلها وديرها حصالة. احنا كل كي بعضانا. اليوم انا راح نحكي على روحي ونحكي على الناس اللي كيفي يعني اللي حالتهم مزيرة اليوم يدوروا على الدور ويلموا الحويجة على الحويجة باش يفرحوا رواحهم ويفرحوا ولادهم. نعرفوا بلي رمضان اللي يقولوا لك رمضان العبادة. نعرفوا احنا العبادة عام كامل نديروا العبادة عام كامل نصوم وعام كامل نصلي ونصوموا اثنين وخميس. نصلي ونقراو القرآن. مش القرآن غير في رمضان. بصح الماكلة ناكلوا في سر الايام مش كيما كي ناكلوا في رمضان. في رمضان زي وفي سر الايام زي. في سر الايام تقدري كسرة والماء كيما يقولوا والراس في السماء كسرة وكاس البن ولا كاس حليب ولا شويه سلطه ولا ساشي مكرونه وانت ماكله. بصح في رمضان لازم لك تاكلي ولازم لك بالاخص الناس يعني اللي عندهم الوليدات. وهذه كرتونه رمضان وش فيها الاساسيات وفيها الكماليات. الاساسيات اللي هي تتوفر عند الجزائريين الكل يعني ما نختلفوش فيها. اللي هي الحاجه الاولى هي سميد الفارينة. ما تتقيديش هنا بكل واحد ولا الميزانية تاعو ولا كل واحد وأفراد العائلة تتبدل من بلاصة لبلاصة والكمية كيف تتبدل من دار لدار كل واحد وعائلته. هنا عندنا سميد قلنا الراعي الرسمي اللي العائلة هم يشريو شكارة كبيرة تاع 25 واللي عائلة صغيرة ولا ما يخبزوش ديب شكارة تاع 10 كيلو تكفي. عندنا الفارينة ضرورية. عندنا القهوة كيف ما نقدروش نستغناو عليها. عندنا الزيت ما نقدروش نستغناو عليه. عندنا الطماطم كيف عند الجزائريين الكل هذو ما كان حتى واحد يقول لك انا نستغني على الحاجه هذه. السكر تاني كيف من 3 كيلو حتى 4 كيلو حتى 5 كيلو اللي عندهم العائله يستعملوا ياسر السكر تلقاهم للحليب لاولادهم يسحروا بالحليب يعملوا تحليات يعملوا طيبوا به العسل يلقاوه. هنا نروحوا للحوايج الاخرى. هنا هذه هي الكرتونه هذه العلبه يختلفوا فيها. كاين ياكلوا المعجنات وكاين اللي ياكلوا الحبوب وكاين اللي لا ياكلوا لا معجنات لا حبوب. شوفوا هنا انا عندي كسكسي متوسط وعندي كسكسي رقيق. الكسكسي الرقيق للمسفوف والكسكسي الخشين المتوسط هذاك ممكن نهار هكا يعود الحال بارد والنوم ولا حاجه نطيبه. هنا عندي اللوبيا. انا اللوبيا ما ياكلوهاليش في سر الايام ممكن في رمضان نطيب هذه الساشي ممكن نقسمها الطرف هكا برك على خاطر راجل يعني يحبها يسخف عليها ياكلها. ممكن طيب منها شويه. كاين الناس يطيبوا العدس. اللي طيب العدس تشري العدس اللي عندها ولادها صغار بالاخص يطيبوا العدس. الخميره تاع الكسره تاني كيف لا خبزتي هاكي خبزتي لازمك خميره ولا ما خبزتيش. كاين وحيد يديروا خبز الدار. كاين تعمل بيتزا تعمل مملحات. لازم كاين حوايج لازم لا غنى عنهم يعني ما نقدروش نستغناو عليه. هنا تاني الروز مفور والروز العادي. هنا نشا به تعملي هكا تعملي حويجة هكا شوية قاطو ولا حاجة لوليداتك للسهرة ولا حاجة. لازم كريمات إلا دا ما عندكش وما لقيتيش كيفاه تتحركي نص لتر حليب وزوز مغارف نشا وشوية سكر وانتي عملتي تحلية لولادك. لازم لك نشا. هنا عندي انا بعلبة تاع سمن باطة تاع سمن. عندي وحدة كبيرة مخبية وعندي هادي برك حبيت باش نصور معاكم. هنا نروحوا للحوايج الزايدة. كاين واحد يقول لك حوايج زايدة هذه مش لازم. هي عندهم الحق يعني اللي يقدر يشريها يشري واللي ما يقدرش يعني كل واحد وظروفه كل واحد وجيبه. هنا عندنا المايس. عندي شوفوا العلبة صغيرة هذيك تاع المايس ملاحة ما شاء الله شريتها أنا جربت منها على الكيف بنتها ملاحة. المتاخت مايونيز. هذا لاصوص تاني ما نستعملوش ديما دابا ما نكذبوش على رواحنا. كاين حوايج تستعملها ديما كاين حوايج كيما المايونيز ولا نشري علب صغيره هكا باش ما نحبش نخليها ياسر في الفريجيدير. بصح في رمضان هكا تستعملها ديما.
هنا عندي سباغيت تاني ولادي يحبوها في رمضان، نهار يعود الحال بارد الله الله تضربي طيبي برمة سباغيت حارة هكاكا، فوق منها قرايم فلفل أخضر تاكلي تشبعي. هنا عندنا البسكويت هذا تاعنا التحليات تلقاوه. أنا هادي شريتها أنا جبت منها واحدة. شوفوا كي تشريو بالكمية الكبيرة هادي علبة فيها 5 تجيكم ب15,000، وكي تشريو بالكعبة تخرج لكم الكعبة ب5,000. هنا الخل والزهر هادوما حاضرين ديما في كل دار، يعني برمضان ولا بلاش رمضان لازم يكونوا حاضرين. هنا عندي هدية أنا ولادي ما نستعملهاش ديما، يعني نستعملها غير في رمضان، نعمل بها تحليات ولا حوايج خاطر ولادي يشربوا حليبهم أبيض. عسل نطيب ونشري، نخلط نشري المرجان ونطيب عسل في الدار ونخلطه مع بعضاه يجي على الكيف ما شاء الله كأنه كأنك تشريتيه من برا. يعني هنا عندي سكر جلاس نستعملوش ياسر في رمضان، يعني كش ما هكا تحلية كش ما حاجة. عندي 2 كيلو استهلكتهم وبقالي منها. الفاني شانتي الكاكاو الاخر الكاكاو الكاكاو نواد كوكو، هذه الحوايج الكل بسيطة. هذه كي تقدري من المرة الأولى كل مرة تشري ب20,000 ب10,000 تقدري تنحاها عليك وتوفري عليك حوايج كبيرة، تنقصي عليك التعب وتنقصي عليك الضغط. شوفوا هنا عندنا الكاوكاو اللي عندها غير تقدر تشري على خاطره باقي ويزيد. هنا انا شريت رطل زبيب، رطل شريته ب50,000 50,000 ولا ب60,000. هنا الكاوكاو شوفوا قبل 2023 في ديسمبر كان يعمل 35,000، من بعد شويه كي قرب راس العام ولا 38,000، وشريت وانا ب38,000 وتعين لي مع الاول تاع يعني تاع جونفي يعمل زاد ولا 42,000، ما باليش دركا قداه يمكن يكون وصل حتى 45,000، ما يجي يوصل رمضان يولي ب50,000 على جال العيد وعجل رمضان. اللي عندها تقدر تشري. انا شريت كيلو ونص بقشور وكيلو ونص بلا قشور نلقاه يعني يقعد لي ما شاء الله. انا عندي الخميره هذه شاركتها معاكم في نهار عملت لكم دار العوله، يعني باكي تاع خميره شريته ونستهلك منه يقعد لي عام كامل. شوفوا هذا الكاوكاو تاع العام اللي فات، العام اللي فات شريت 4 كيلو ولا 5 كيلو، استعملت منهم عام كامل وقعد لي ما يفزد ما يصرى له حتى حاجه، ولا حطيته في المجمد لا حتى حاجه. شوفوا غير في الثلاجه من تحت ها هو نخدم به قسمته هكا في البيدنات. هذا واش فضل لي منه. شوفوا واش عندي نلقاه هكا نعمل قاطو ولا حاجه، ولا يجيوني ضياف نعمل قاطو، ولا حتى ساعات كي ولادي يحبوا تاي وكاوكاو ما نلقاوش الكاوكاو تاع البيه نجبد شويه نحمره لهم في الفور ونعطيهم ياكلوا. هنا الكاكاو هذيك الحوايج تاع سقاطه لازم ولاد صرتوا لي عندهم الولاد بعد. هنا الراعي الرسمي هذا في الكوزينه تاعنا الجزائريين، هذه ورق الشفاء الورق النشاف هذا تشري وما تخافيش. انا هادو كل شريتهم بروموسيون، يعني اليوم تاع راس العام يديروا فيهم لي بروموسيون، ولا قبل رمضان تاني تلقاهم بروموسيون يعودوا ما شاء الله يتعودوا 4 5 تلقاهم بسمه طايحه خلاه. ولا بديل على الحصاله، الحصاله في كل دار جزائريه مهما كانت، عندك قرعه عندك باطه عندك علبه عندك حصاله قديمه طيشي فيها ب5,000 ب10,000 ب2000 ب500 ما تفيقيش بها حتى تلقاها تعمرت. نهار تجبدها تعودي قبيله فرحانه بها، وكل ما تهزاها كنت تحسها ثقيله تزودي تنحي من الخبز. من كنتي تشري 5 خبزات تشري 4 خبزات ولا طيشها في الحصاله. من كنتي تشري 4 شكاير حليب اشري 3 شكاير حليب و2500 طيشها في الحصاله ما تفيقيش حتى تلقاها تعمرت. شوف هنا باش تعملوا كرتون رمضان هذه انا معتمدتها هذه. شوف انا هادو الحوايج الاساسيه كل جبتها من دار العوله، يعني باش نصور لكم كيما الزيت القهوه السكر الفارينه الروز الزبده السمن كل عندي في دار العوله مخبيتهم. يعني كاين حوايج بسيطه خلاص كيما لحقت المايونيز لحقت لاصوص فينيغريت هذاك لحقت شريت الكاكاو وشريت الزبيب الكاوكاو المايس هادو ما باك لي شريت من الحوايج الاخرى كل من دار العوله. هنا تعملي ورقه وستيل وتكتبي مستلزمات تاعك كل اللي تسحقيها واللي صح تستهلكاها يعني في رمضان. ورقه وستيلو الحوايج اللي لقيتي روحك كملتاها مثلا وما عدتيش تزيدي تعاودي تشري اعملي عليها كرواح هكا بالستيلو الاحمر. الحوايج اللي لقيتي روحك مازلتي ناقصه فيها مثلا كيما انا مازال ناقصني مازال حوايج مش مكملين، حابه نزيد لحق مايونيز نلحق متاخد نلحق المايس مازال لي شامبينيون مازالوا لي الفريك مازالوا لي الفلان مازالوا لي التوابل قدان حاجه يعني مازالوا لي المعلبات نزيد نشري شويه. الحوايج اللي مازال ما شريتهاش يعني ولا مازالت مش مكملتها نعمل عليها خط واحد باش كي نروح نشري وديما معايا ورقه نكتب الحوايج اللي مازالوا خاصيني
ونحط معايا الورقة في الصاك. من نروح نشري ما نقدرش نقلب في راسي ونقول يا ترى يا هذيك الحاجة ما نعرف عندي ولا ما عنديش، ما نعرف كاينة في الكرتونة تاعي ولا ما كانش. ورقة وستيلو كيما هكا وننظم حويجاتي. كل حاجة بالتنظيم. هنا المواد التنظيف أنا عندي، على هذيك ما عملتهمش أصلا، ما وريتلكمش على خاطر عندي في دار العولة. مازالوا لي المعلبات ومازالوا لي الأوراق تاع بابي كويسون، بابي ألمنيوم، هادوك عندي اللي نستعملهم في الدار. باك حابة نشري حجم كبير إذا طحت في سومة معقولة يعني نشري ونشارك معاكم. مازلت نلحق حويجات، مازلت العين بقرة، مازال المشماش. نشري حويجة كل مرة كيما العين بقرة نشري بالمية غرام. تقدري تشري بالمية غرام، كل مرة تشري 100 غرام، كل مرة تشري 100 غرام تكمل يعني. ما نسحقوهاش ياسر يعني. هنا كتتبيله راح نوريكم. شوفوا هذا سميد تاع قلب اللوز، سميد الحرش هذاك تاع قلب اللوز اللي نديروا به قلب اللوز ولا نديروا به الهريسه. احنا في الشرق نقولوا لها الهريسه. هنا هذا ما شريتوش. كل من نشري شكاره تاع سميد ونلقى فيها هذه سميد شويه يجي يحرش هكا ويجي من الفوق. كي تمسي سميد تلقايه هكا كي الكسكسي كعب من الفوق. نجيب السيار الرقيق خلاه هذاك اللي عيني تاعو رقاق، ونحكم نهز هذاك السميد تاعي. السميد الرطب اللي يهبط من تحت نستعمله، وهذا الراس الخشين نخبيه نحطه هكا في الباطه تاع كيما هذا تاع الفرماج، ونحطه في الثلاجه يقعد لي العام على طول. وما نسحق ندير نجبده. ما نسحقش يعني نعمله ميزانيه ونزيد نشريه. هو كاين عندي نقدر نعزل السميد، نحي السميد الرطب نخدم به، والسميد الاحمر نخبيه ونلقاه. هذه هي. شوفوا هادم حويجات انا نحيتها من داري. كاين حوايج قليله خلاه لي لحقتها يعني. هادم كل من دار العوله يعني نجبد ونخبي نجبد. شوفوا الدار كيما يقول ماما بكري تقول لي الدار كيما الغول، حله فمها غير تبلع غير تبلع غير تبلع، مهما تحطي لها ما تشبعش. هذا الشيء كل يعني الخيرات ما شاء الله لا قوه الا بالله. ومازالوا حوايج ياسر ناقصيني. انت كي تبداي من بكري على بكري الحال قالك لي بكر على حاجه تقضاها. احنا يقولوا لنا كيما هاك لي بكر على حاجه تقضاها. ما تخليش نهارين ولا ثلاثه قبل رمضان وتبداي. هي المفروض كرتونه رمضان هي تبدا من ورا رمضان. كيما يفض رمضان تبداي في الكرتونه تاع العام الجاي ان شاء الله. ربي يطول لنا في عمرنا ان شاء الله نصوموه بالصحه والهنا. والناس اللي يقولك ضمنتي روحك رمضان وضمنتي روحك، شوفوا ضمنها ربي العالمين. حتى واحد ما ضمن روحه. ما حتى كيكه ما تخدموش. وعلاه تخدموا ضامنين روحكم انتم تقعدوا؟ وعلاه تشريوا الذهب ضامنين روحكم تلبسوه؟ وعلاه تتمني تكون عندك سكنه ضامنه روحك تسكني فيها؟ تتمني تكون عندك طوموبيل ضامنه روحك تركبي فيها؟ الضامن ربي. احنا نسعاو وربي هو الضامن، وربي هو اللي يسير في الامور. قالك اسعى يا عبدي وانا نسعى معاك. انت على جال وليداتك وعلى جال دارك باه من نهار اخر ما تضليش بتحشيمتك قدام الجيران وقدام فاميلتك وليداتك يضلوا يسخفوا على الجيران يشموا الريحه ولا يروحوا عند صحابهم. قال انا بابا قطع وجاب هذيك، قال انا اي ماما شريت هذيك. بالحاجه كل مره نقصي حاجه من المصروف ولا نقصي اذا ما عندكش ما تقدريش تعملي لها ميزانيه نقصي من الحوايج. استهلكي شويه زيت ونقصي هضره، نقصي كيلو سكر، نقصي بطاط مهتم، نقصي. تنقص عليك كل ما تنقص عليك الحوايج هذه ينقص عليك الضغط. وتعقبي رمضان هانيه مع راجلك مع وليداتك، وتصومي في عقلك وتصلي في عقلك وتعملي العباده تاعك في عقلك. بصح كي تعودي مضغوطه وهذه الحوايج كل ما نقصتيهاش عليك، لا تصومي في عقلك، لا تصلي صلاتك في عقل، لا تعملي العباده تاعك في عقل، ويعدي لك رمضان هم وغم. ان شاء الله ربي يبعد علينا الهم وربي يبعد علينا الغم. هنا شوفوا تاني التوابل مازالوا خاصيني حوايج. هنا عندي قرفه مازالت راس حانوت مازالوا خاصيني قدان حاجه يعني. عامله الورقه وستيلو. مين نجي نخرج نقضي حاجه نشري حويجه. حتى نفضل من الخضره، ساعات تفضلي من الخضره 10,000، ساعات تفضلي من الخبز، ساعات تفضلي من الحليب، ساعات تفضلي من الدجاج. كل مره تفضلي من حاجه 10,000 5,000 15,000 20,000 بشويه بشويه حتى تتعمر الكرتونه تاعك. ان شاء الله ربي يطول في عمرنا، ان شاء الله نصوموه بالصحه والهنا. واللي ما عندوش ان شاء الله ربي يفرج عليه وربي ينوب عليه. وكل وحده ناويه حاجه ان شاء الله ربي يكمل لها. ديروا لنا جيم البنات وديروا لنا اكتبوا لي تعليق وبارطاجيو الفيديو مع البنات هكا البنات الصغار اللي مزوزين كي غير يعني ما يعرفوش يعني. هذا يفيد هذا، انتم تفيدوني وانا نفيدكم وكل واحد يعني حسب واش يقدر. وهذه هي، ومره جايه ان شاء الله.